كتابيفاي، كتابك المسموع. اش واقع؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم غادي نديروا واحد الغطسه خفيفه في واحد الخلاصه ديال واحد الكتاب سميتو كيفاش تبيع اي حاجه لاي واحد ديال جورج جيرارد. هاد الخلاصه لقيناها في ديجيتال لايبراري. كتاب معروف بزاف في العالم ديال المبيعات. بالضبط، والهدف ديالنا اليوم هو نجبدوا منه داكشي المهم، دوك الافكار اللي تقدر تنفعنا كاملين واخا ما نكونوش خدامين في المبيعات. يعني نفهموا الاساسيات كيفاش دايره. هادشي اللي كاين. وقبل ما نبداو، يلا عجبكم المحتوى ديروا جيم، تابوناو في القناه وفعلوا داك الجرس الصغير باش يوصلكم الجديد ديما. يلا، اول فكره الصراحه اثارت انتباهي بزاف هي ديك ديال قانون 250. هذيك قاعده معروفه عن جيرارد. تيقول لك السيدي بلي كل كليون، كل واحد كيعرف في المتوسط شي 250 بنادم اخر وكيأثر عليهم. فكره كتبان شويه زعما غريبه في الاول، ياك بحال يلا حسبتي الناس اللي كيجيو للعرس ولا جنازه. شوف، هي ماشي غريبه، هي واقعيه بزاف وكتخلع شويه الا فكرتي فيها مزيان. المعنى ديالها هو كل كليان كتعامل معاه راه بحال شي اذاعه صغيره. اذاعه؟ كيفاش؟ يعني الا عاملتيه مزيان الهضره الزوينه كتوصل لدوك 250 واحد اللي كيعرف، ولكن الا عاملتيه خايب ولا درتي معاه شي حاجه ناقصه، ديك الهضره الخايبه حتى هي غادا توصل لنفس العدد. واو، بصح يعني كتولي خساره مضاعفه، ماشي غير كليان واحد اللي مشى. تماما، ماشي خسرتي واحد، راك بحال سديتي الباب على 250 فرصه اخرى. تخيل شحال مسؤولية كبيرة هذه. وكاين نقطة أخرى مرتبطة بهذه، هي ديال العواطف والمشاعر. الكتاب كيركز بزاف على أن الناس في غالب الأحيان كيشريو بقلبهم وعاطفتهم أكثر من عقلهم. هذه حقيقه. زعما خاص تخلي داك الكليان يحس براسو مهم، يحس بالتقدير، يحس باللي هو اللي رابح في ديك الصفقة. واش هادشي هو المفتاح؟ هو مفتاح ونص. شوف، حتى واحد ما كيبغيش يحس براسو غير رقم ولا جاي غير يضيع الوقت. البايع اللي ناجح هو اللي ما كيدخلش بديك العقليه ديال هذا باغي غير يتفلى ولا هذا مكلخ. لا، خاص يحاول يفهم بصح شنو باغي داك الشخص، شنو المشكل اللي عنده وكيفاش هو يقدر يعاونه. يعني تقلب على الحل، ماشي غير تبيع وصافي. بالضبط. هنا في العلاقه كتقدر تبدل من مجرد بيع وشراء لشي حاجه فيها الثقه، يمكن حتى صداقه خفيفه. وهادشي علاش التجربه مهمه. بحال اللي قلتي قبيله على الطوموبيل، ملي كتخلي بنادم يسوقها كيبدا يحلم بها. كيولي باغي اكثر. ديك الرغبه ما كتجيش غير بالهضره وصافي، خاصو يحس بها. مزيان، ولكن واخا كيفاش تلقى هاد الكليان اصلا، خصوصا يلاه كنتي زعما يلاه بادي ولا ديك الليسته ديال المعارف سالات؟ المؤلف كان عنده طرقه ديك الساعه، دليل الهاتف، بيانات قديمه، المهم ما تسناش. هذه هي النقطه الاساسيه، المبادره. ما تبقاش جالس في البيرو كتسنى شي واحد يدق عليك. شوف، داك الوقت اللي كيضيع في الهضره الخاويه مع الزملاء في ديك القيل والقال، داكشي اللي سماه هو غوسيب كلاب. نادي النميمه بحال هكاك. داك الوقت راه ذهب، كان ممكن تستغلو في تقلاب على كليون جداد، قلب في الاوراق القدام، استعمل الكارت فيزيت بطريقه ذكيه. ديك الفكره ديالو ديال رمي لي كارت فيزيت في تيراند الكره وقت الفرحه د البيت، زعما فكره مبدعه باش توصل للناس في وقت هما فيه قابلين. بصح فكره واعره هذيك. دابا كاينه واحد النقطه شويه حساسه، هي ديال الصدق. المؤلف تيقول الصدق افضل سياسه، ولكن كيزيد عليها انها سياسه ماشي قانون اللي متقدرش تحيد عليه. كيفاش نفهموها؟ زعما نقدروا نكذبوا شويه؟ لا، رد البال، ماشي تكذب في الحوايج اللي واضحه وباينه واللي الكليان يقدر يمشي يقلب ويلقاك كذبتي، بحال المعلومات التقنيه، عدد الاسطوانات في المحرك، شي حاجه اللي يقدر يتاكد منها بسهوله. يعني يلاه كذبتي هنا الثقه كلها مشات. تماما، مشات الثقه ومشى معاه كل شيء، حتى دوك 250 واحد اللي هضرنا عليهم. ولكن كاين فرق بين الكذبه الواضحه وبين انك تقول غير جزء من الحقيقه باش تجيب الكليان عندك. كيفاش؟ يعني اعطيني مثال. مثلا، يلا شي حد سولك في التليفون على شي موديل ديال طوموبيل، واش كاين في شي لون محدد، وخا انت ما متيقنش 100% واش باقي بالضبط في السطوك. ممكن تقول لي موجود، غير اجي تشوفه، على امل انك ملي يجي تقدر تدبر عليه من شي فرع اخر او لا تقنعوا بشي لون قريب ليه ولا شي موديل اخر. فهمتك، المهم هو يجي عندك للحوار. بالضبط،
الهدف هو تبدا مع الحوار وجها لوجه، ولكن بلا ما تورط راسك في كذبة صريحة اللي تقدر تفرشك وتخسر كل شيء. يعني شوية ديال المرونة بذكاء. واضحة الفكرة. إذن الخلاصة ديال هاد الشيء كله، أولاً دق قانون 250، كل كليان راه شبكة علاقات متنقلة. مهمة هذه بزاف. ثانياً العب على المشاعر، خلي بنادم يحس براسو مهم ومقدر. العاطفة كتلعب دور كبير. ثالثاً ما تبقاش تسنى، نوض قلب على الكليان بنفسك، استغل وقتك مزيان. المبادرة. ورابعاً الصدق مهم، ولكن عرف كيفاش تستعمله كسياسة ذكية ماشي كقانون جامد يضرك. تبارك الله عليك، هادشي هو الزبدة. وكاين واحد الفكرة أخيرة بغيت نخليها للناس يفكروا فيها شوية. هذا المبدأ ديال خليني نحس براسي مهم، واش هو صالح غير في البيع والشراء، ولا نقدروا نطبقوه في كاع حياتنا، في العلاقات مع الناس، في الخدمة، مع العائلة، الصحاب؟ فكروا فيها مزيان. كيفاش غتبدل حياتنا وعلاقاتنا إلا كل واحد فينا حاول يخلي الناس اللي دايرين بيه يحسوا بقيمته وأهميته عنده؟ يمكن هاد الفكرة بوحدها تغير بزاف د الحوايج للأحسن، ماشي غير في التجارة. فكرة عميقة هذه بصح، وتستاهل الواحد يفكر فيها. شكرا بزاف لكم على المتابعة ديال هاد الغطسة معنا اليوم. كنتمنى تكونوا استفدتوا وخديتوا شي أفكار، وما نساوش تابوناو وفعلوا الجرس باش تبقاو معنا ديما. تهلاو في راسكم بزاف، ونتلاقاو في المرة الجاية إن شاء الله. بسلامة عليكم. بسلامة.